علي حمد الولي، أحدى وجاء قبيلة الراويين في الخط الشرقي. نحن أهالي دير الزور الشرقي ندين ونستنكر استمرار الهجمات العدوانية التي يشنها الاحتلال التركي على أراضينا وشعبنا في شمال وشرق سوريا، وانتهاك الحقوق والحريات العامة وترويع الأهالي وقتل الأطفال والنساء الأبرياء العزل. الاحتلال التركي يحاول الهروب من أزماته الداخلية وتصديرها إلى الخارج، طبعا تزامنا مع اقتراب الانتخابات، حيث يسعى حزب العدالة والتنمية إلى استعادة أنصاره والالتفاف حوله من جديد، ورأس الأفعى أردوغان لتحقيق مطالبه الاستعمارية في المنطقة. دولة الاحتلال التركي تدعي أنها تحارب الإرهاب في شمال العراق وسوريا، وتبيض نواياها أمام الرأي العام، على خلاف النوايا الاستعمارية الدفينة ومحاولتها التوغل أكثر على حساب أراضي شمال وشرق سوريا والعراق، وترويع الأهالي الأصليين وتهجيرهم في أراضيهم ليتسنى لها الاستيلاء على المزيد في الأراضي. تقوم دولة الاحتلال التركي بضرب البنى التحتية والمنشآت الحيوية والخدمية ومنازل المدنيين الأصليين، ومحاولة التغيير الديمغرافي حتى المباني ذات الطابع الديني والمساجد والكنائس والأماكن التاريخية، وفي محاولة منها للضغط على الشعوب شمال وشرق سوريا والإدارة الذاتية للرضوخ لمطالبها ومطامعها الاستعمارية. لكننا كشعوب شمال وشرق سوريا لن نرضخ لكل تلك التهديدات والمناورات والاعتداءات الهمجية، وسنقف صفا واحدا مع قوات سوريا الديمقراطية، وندعم الإدارة الذاتية التي جمعت كلمة الشعوب على نهج وتعاليم القائد عبد الله أوجلان تحت راية أخوة الشعوب والحرية والمساواة. ولن نتخلى عن مكتسباتنا، ونحن سائرون على نهج شهدائنا التي روت دماءهم الأراضي الطاهرة، ونؤكد أننا مستمرون في نضالنا في سبيل الحرية والكرامة، وأننا سندحر الاحتلال التركي كما دحرنا التنظيمات الإرهابية التي مرت على المنطقة بعزيمتنا وإصرارنا حتى تحقيق النصر. الرحمة لشهدائنا والشفاء العاجل لجرحانا. الوجيه ذيب خليف داود من أهل بلدة الباغوز. طبعا ندين ونستنكر الهجمات التركية على شمال وشرق سوريا. نحن واقفين مع قوات سوريا الديمقراطية كشيوخ عشائر وعشائر من آخر معقل داعش من الباغوز إلى آخر نقطة بسوريا. نحن نقف مع قوات سوريا الديمقراطية كتفا مع كتف ضد أي هجمات، ضد أي عدوان تركي على أراضينا، وإحنا صامدون مع قوات سوريا الديمقراطية لحتى النصر على أي إنسان يتعدى على أي دولة تتعدى على أراضينا أو على سوريا عامة. إحنا جزء من سوريا، ولن نتخلى عن دماء شهدائنا الذين قاتلوا الإرهاب، ونظل على نهج شهدائنا نقاتل. ونقول لتركيا أنت تحاربين الإرهاب وداعت تضربين مخيم الهول. مخيم الهول كله إرهاب، ليش تضربينه أنت تنشرين الإرهاب بالعالم؟ ليش تضربين سجون الإرهاب في سبيل أنه تنشرين الإرهاب وأنت أكبر ممونة للإرهاب؟ أردوغان أكبر إرهابي. الشعب السوري مو إرهاب، الحسكة مي إرهاب، كوباني مي إرهاب، عين عرب مي إرهاب، عين عيسى مي إرهاب. أنت الإرهابية، أنت تضربين البنية التحتية السورية، الشعب السوري، كل مصالح الشعب السوري. احنا قاتلنا الإرهاب لمدة 3 سنوات، من حلب جبناها آخر نقطة بالباغوز، آخر معقل دواعش حاربناهم، قدمنا حوالي 12,000 شهيد. تجي هستنا تركيا توصفنا احنا إرهاب. احنا ما احنا إرهاب، وهي إرهابية ورئيسها أردوغان إرهابي. ونحن نتمنى من الحكومة السورية والرأي العالم العربي يتدخلون وقوف على واجباتهم ضد أي عدوان تركي أو
يوصف الشعب السوري بالإرهاب، احنا هذا ما نقبله، واحنا مع قوات سوريا الديمقراطية، ونقف مع قواتنا كليتنا كمثقفين، كشيوخ عشائر، من كل الفئات. احنا وقوفنا مع قوات سوريا الديمقراطية كتفا على كتف، وإن شاء الله ما نترك قوات سوريا الديمقراطية، وإحنا نساندهم بالحرب ونقف معهم ونقاتل إلى آخر نقطة بدمائنا. صامدون على نضالنا، وسوف ندحر تركيا مثل ما نحرنا الدواعش أو المنظمات الإرهابية واللي يشد على تركيا. سوف ندحر تركيا مثل ما نحرنا التنظيمات الإرهابية الذي مرت على بلادنا.